أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فبالله عليكم عباد الله، كيف يسمح لنفسه من يفتي على صفحات الجرائد في أحكام وحكم الصيام وهو في نفس الوقت يتهجم على الدعاة والعلماء، يتهجم على العلماء والدعاة والصالحين، ينسب إليهم الأقاويل ويتهمهم بمثل هذه الأراجيف تنقيصا لمكانتهم وتأويلا لكلامهم وتشويها لسمعتهم، يبغي في ذلك صد الناس عنهم وأن له ذلك، ولم يسلم من هذا الأذى الأموات فضلا عن الأحياء. وإلا قولوا بالله كيف تفسرون ما تجرأ به ذلك السافل في حق مقام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من هو في علمه وتقواه وورعه رحمة الله تعالى عليه، يدعي أنه يقول بأن الأولياء لهم قدرة في إحياء الموتى دون أن ينظر إلى فحوى كلامه، يسجل ويسطر مثل هذا الهراء وهذا العبث في هذه الجرائد التي يقرأها الخاص والعام والتي ابتلي بها كثير من المسلمين، جرائد لا هم لها إلا أن تذيع الخبر حقا كان أو باطلا وإنفاذ مبيعتها ولو على حساب المثل والقيم. وناعق آخر ينسب إلى داعية كبير وشيخ جليل ادعاء النبوة وتكفير المسلمين، ألا يتقي الله؟ ألا يرتدع هؤلاء من فعلتهم الشنيعة وقولهم السوء في حق المؤمنين والدعاة والصالحين؟ ألم يتأملوا قول الله عز وجل من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ ولي الله عز وجل إذا كان يؤمن بالله ويتقي الله فذلك هو الولي، فما بالكم إذا عرف هذا الولي بعلمه وصلاحه وجهاده واجتهاداته التي ينتفع منها الناس؟ ألا يعلم هؤلاء أن مثل هذا الشهر هو فرصة لقراءة القرآن وذكر الله عز وجل والصلاة والقيام والدعاء لجماعة المسلمين وأئمتهم بالمغفرة والتوفيق والصلاح والسداد بدلا من انتقاصهم والنيل منهم والتشهير بهم؟ ألا يعلم هؤلاء ما قاله الإمام الأوزاعي رحمه الله لما سئل عن حكم الغيبة في رمضان؟ قال شيخ الإسلام الإمام الأوزاعي وهو إمام أهل الشام في زمانه من أقران مالك والشافعي وأحمد، سئل عن حكم الغيبة. أتدرون ما الغيبة عباد الله؟ أن يتكلم الإنسان في أخيه كلاما يكون فيه يكرهه ذلك الإنسان. قال الغيبة في رمضان تفطر الصائم ويجب عليه القضاء. وحكي هذا القول عن عائشة وإن لم يرتضيه جمهور العلماء لكنه يدل على أثرة من العلم. فما عسى أن يكون جواب الإمام الأوزاعي لو سئل عن البهتان أو عن حكم البهتان في رمضان؟ والبهتان أن يتكلم الإنسان في غيره بما ليس فيه، وقد تكلموا في الناس أحياء وأمواتا بما ليس فيهم. ألا
ينظرون إلى قول الإمام ابن حزم رحمه الله، وهو من علماء المسلمين الكبار، يقول عن حكم هذه المعاصي التي تصدر من الإنسان في نهار رمضان، قال: وكل من قام بمعصية متعمدا لها، يعني في نهار رمضان ذاكرا لها، فقد بطل صومه قولا أو عملا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يسخط. وإن كان هذا القول كما قلت مما لم يرتضيه جمهور العلماء، ولكن فيه دلالة على وجوب أن يحفظ المسلم صومه من الغيبة والنميمة والبهتان والقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. ألا فليتق هؤلاء ربهم، وليتق أصحاب الجرائد النار التي أعدت للكافرين، التي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ألا فليصونوا جرائدهم من زبالة الأفكار والأقلام، ويحفظوها من أن تكون مراحض للأدناس والأنجاس. وليتقوا الله عز وجل، وليعلموا أيضا أن الله تعالى سائلهم عما كتبوا، ومن كتب لهم، وما سيكتب لهم، وما نشروا، وما أذاعوا، وما سطروا، وما رسموا. ولا يغرنهم في هذا مقولة الكفار: حرية تعبير أو صحافة حرة، بل ينبغي أن تتأملوا قول الباري جل وعلا، ولا سيما وأنتم في شهر رمضان: اقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تأملوا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يدري هل هي من سخط الله أو من رضوانه، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليجعلوا أمامهم قول الشاعر الحكيم الذي قال: كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي أن يدي تفنى ويبقى كتابها، فإن عملت خيرا ستجزى بمثلها، وإن عملت شرا فعلي حسابها. وأنتم أيها المؤمنون، وأنتم أيها المسلمون، احذروا أن تصدقوا كل ما يقال وكل ما يكتب، لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد أخبركم عن مثل هذا الزمان الذي ينطق فيه التافه في أمر العامة، في أمور المسلمين، يحجم العالم عن الكلام في بعض المسائل. ونسمع عن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمفتين في الجرائد: أنت تسأل والمفتي يجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ستأتي على الناس سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فالله تعالى نسأل أن يحفظ المسلمين، وأن يحفظ أعراضنا، وأن يحفظ علماءنا ودعاة الخير في كل زمان ومكان، وأن يعامل هؤلاء الآفاكين بما يستحقون، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد